يا أهلا وسهلا بحبيبات القلب ورفيقات الدرب. بطلي ترضي الناس على حساب نفسك، ده موضوعنا النهاردة. رضا الناس غاية لا تدرك ورضا الله غاية لا تترك. فمهما حاولتي ترضي الناس مش هتستفيدي حاجة غير انك هتفضلي طول الوقت في صراع بين نفسك واحتياجاتك اللي ممكن تكوني بتتهاوني فيها، ووقتك اللي بتضيعيه ومجهودك وطاقتك اللي بتخسريهم، وبين محاولتك انك تخلي الناس اللي حواليك يكونوا راضين عنك، او انك ما تزعليش حد ومحدش يقول عليكي انانية او متكبرة او ما بتقدميش المساعدة. هو شيء جميل انك تكوني طيبة ولطيفة وبتحبي تقدمي المساعدة للناس اللي حواليكي، وتكون نيتك خالصة لله عشان تؤجري بإذن الله. بس ده لما تكوني انت عايزة كده فعلا، يعني بتعملي كده وانت مبسوطة وراضية ومرتاحة، ما تكونيش مضغوطة وجواكي صراع وما يكونش على حساب نفسك، لان ده مع الوقت هيأثر على ثقتك بنفسك واحترامك لنفسك، حتى كمان على صحتك النفسية والجسدية. تخيلي ان بعد كل ده ممكن كمان احترام الناس ليكي مع الوقت يقل مع انك بتضحي بنفسك عشان ترضيهم. طب تعالوا نفهم الاول احنا ليه بنميل للتصرف ده، ليه بنميل لاننا نرضي الناس حتى لو على حساب نفسنا، وحتى لو كان ده ضد رغبتنا او حدودنا الشخصية. في اسباب كتير، ممكن يكون بسبب الخوف من الرفض، او الخوف ان الناس اللي حوالينا ما تحبناش، اننا نخسر مشاعر اللي معانا. بس فكري معايا لحظة، لو مشاعر الناس دي مرتبطة بمدى استفادتهم منك، فده كده حب مشروط، ده كده المشاعر دي مبنية على منفعة واضحة، يبقى نستغنى عن المشاعر دي، وده هيكون الاختيار الأفضل. وانا هنا ما بقولكيش اقطاعي علاقاتك مع الناس، ولكن ما تطلبيش منهم الحب والمشاعر بالطريقة دي. ما تجيش على نفسك عشان الناس تحبك، اللي يحبك يكون بيحبك ليكي انتي لنفسك، مش عشان انتي بتعملي له اي خدمات او منفعة. ساعات كمان بنعتقد بشكل لا واعي من جوانا ان قيمتنا مرتبطة برضا الناس عننا، يعني لو الناس راضية عني وشايفاني كويسة يبقى انا كويسة، لو الناس مش راضية عني وانا مش قادرة ارضيهم يبقى انا من جوايا حاسة ان انا كده مش كويسة، في حاجة ناقصة، وده غلط طبعا. ممكن كمان السبب في كده يكون ايه؟ يكون اسلوب التربية اللي مرينا بيها. لما كنا اطفال اتعلمنا اننا لازم نكون مطيعين ونقول حاضر عشان الكبار يرضوا عننا ويتقبلونا، والنقطة دي مهمة قوي نفهمها كويس. عشان ايه؟ عشان ما نقعش في الفخ ده وفي نفس الغلطة دي واحنا بنربي اولادنا وبنتعامل معاهم من غير ما نقصد. المهم ايا كان السبب فالنتيجة واحدة، آثار سلبية بنتأثر بيها مع الوقت، ومع تكرار المواقف دي بنتعب نفسيا وجسديا، وبنحس من جوانا بغضب مكتوم وضغط وتوتر، طاقتنا مستنزفة ومفيش وقت لنفسنا. ومع الوقت الناس بتاخد تصرفاتنا كأمر مسلم بيه وواجب علينا. طب ازاي تعرفي انك بقيتي فعلا بترضي الناس على حساب نفسك؟ لما تلاقي نفسك بتوافقي على حاجات وانت من جواكي مش مقتنعة بيها، لما تلاقي نفسك بدأتي تعتذري وتبرري كتير من غير سبب، لما تحسي بالذنب وانت بترفضي حاجة مش مناسبة ليكي. دي كلها علامات محتاجة وعي وتصحيح، مش جلد للذات. بصفة عامة اللطف سلوك نابع من قوة واحترام وحب، أما محاولة إرضاء الناس دي حاجة نابعة من الخوف والاحتياج للقبول. خليكي لطيفة بس ما تكونيش سهلة إن حد يستغلك. طب أتعامل إزاي في المواقف دي؟ لما أي حد يطلب منك خدمة أو مساعدة أو أي طلب، اسألي نفسك الأول قبل ما تردي، أنا موافقة ومرتاحة والحاجة دي مناسبة ليا فعلا ولا لأ؟ لو مناسبة تمام اقبلي، طب لو مش مناسبة ما تقبليش، بس الرفض يكون بأسلوب لطيف، مش لازم تبرري، كفاية انك تقولي انك مش هتقدري او مش فاضية دلوقتي، الوقت ده مش مناسب. لو متاح انك تأجلي وتختاري وقت مناسب ليكي اكتر اعملي كده، وهم يا اما يقبلوا او يرفضوا ببساطة. وطبعا احترمي اولوياتك، لو وراكي حاجة او وقتك وطاقتك مش هتسمح ده حقك، مش المفروض تحسي بالذنب. حددي حدودك الشخصية بينك وبين نفسك، ايه المقبول بالنسبة لك وايه لأ، وابدأي عودي نفسك واحدة واحدة. بمجرد ما ترفضي حاجة بسيطة هتتشجعي وهتقدري تعبري عن نفسك احسن بعد كده.
طبيعي في الأول تحسي بالذنب، بس فكري نفسك إن اللي بيحبك فعلا هيتفهم موقفك وهيقدرك، لكن اللي هيزعل لأنك بدأتي تحطي حدود هو أصلا كان مستفيد منك وخلاص. خلي معيارك رضاك الداخلي عن نفسك مش رضا الناس عنك، لأن كده كده الناس عمرها ما هترضى عنك مهما عملتي، بالعكس هتفقدي احترامهم ليكي وتقديرهم ليكي كل ما حاولتي ترضيهم، وهتكوني حق مكتسب مع الوقت ومحدش هيشوف انتي قدمتي ايه اصلا. انتي كده مش انانية، انتي بتحاولي تعملي توازن عشان توصلي للسلام الداخلي وتكوني متصالحة مع نفسك. هتعرفي تختاري امتى تساعدي وامتى تعتذري من غير خوف ولا ذنب. اعملي الخير بس بعقل، واعرفي توازني الامور، لانك في الاخر لو تعبتي محدش هيشيل عنك ولا حد هيتعاطف معاكي، لان سعادتك مش بايد حد، سعادتك بايدك انتي.